وسع بقى الملوخية العيد، لا تقولوا لي بقى مطعم حجوجة ولا تقولوا لي مطعم الشيف مش عارف ايه. تعالوا بقى نشوف ملوخية العيد. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد وقولي وداعا بقى ان الملوخية تنشف، قصدي تفشل منك او تبوظ منك. لو اول مرة تعمليها هتظبطيها وهتبقي استاذة فيها. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. اول حاجة اقول لكم على خرط الملوخية، ما نخرطهاش قوي، يعني ننعمها قوي، نخليها وسط كده. تمام. اول حاجه لازم تكون الشوربه قليله، ما نحط الشوربه كتير جدا ونبهوأ الدنيا. يعني 6 7 او 8 مغارف شوربه بالكتير على النص كيلو ملوخيه. تمام. او 7 كوبا شوربه كده. عندي هنا شوربه فراخ، وشوربه الفراخ بتبقى احسن في الملوخيه سبحان الله. شوربه فراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، حطيت لها مكعب مرق الدجاج، وحطيت لها ربع معلقه كبيرة من التوم المفروم. تمام. الشوربة غليت كويس، ولازم نحط حتة التوم دي بتفرق في الطعم جدا، ومكعب المرقة كمان. بعد كده حبايب قلبي جبت عندي الملوخية، والملوخية نكون منشفينها كويس قبل ما نخرطها، لان ده بيفرق معانا في النتيجة. تمام. اول ما الشوربه غليت عندي بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي، رحت نازله بالملوخيه وانا ماسكه مضرب كده او اي حاجه في ايدي، اروح ابدا ان انا افك في الملوخيه بسرعه عشان خاطر ما تتكتلش وتعمل معايا تكتلات. تمام. نديها كده خبطتين. ايوه كده، نقلب كده تقلبتين حلوين كده زي ما انتوا شايفين. وانا بقلب راح المضرب السلك مفتوح مني، وخدوا بالكم لا تقعوا في الخطأ ده، لا ممكن يعوركم، فخدوا بالكم مني. تمام. اول ما الملوخيه بدأت تاخد غلوه معايا من على الجنب، رحت رافعاها من على النار. تعالوا بقى عشان نعمل الطشه. عندي بقى سمنه بلدي على معلقه توم، وطبعا ينفع اي نوع سمنه. شويه بقى توم حلوين كده زي ما انتوا شايفين. هحط التوم الاول مع السمنه لحد ما ياخد كده نص تحميره، او ياخد كده نص سوايه على النار كده، وبعدين نروح نازلين عليه بشويه كزبره. الكزبره اختياري، في ناس ما بتحبش الكزبره، ولكن الكزبره بتبقى حلوه جدا في الطشه، جربوها. اقل حطيت كده اول ما التوم بدأ يحمر الكزبره، ورحت مرجعاها على النار تاني لحد ما تديني اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلت معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نعمل شوية الملوخية الجمال. يلا اللهم صل على النبي. ايوه كده الطشة بتاعت الملوخية اللي مفيش منها. وبعدين نروح كده حاطين شوية ملوخية في اللي عملنا فيها الطشة. شايفين قوام الملوخية؟ اللهم بارك. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا شير كتير للفيديو. طبخ ومعلومات مفيدة مع هدير على الفيسبوك، وما تنسوش متابعة اليوتيوب. اشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين.